المؤرخ والمؤلف والكاتب الكبير محمد صابر عرب أخذ جائزة الدولة، جائزة النيل في العلوم الاجتماعية، ليس فقط لأنه كان وزير ثقافة متميز للغاية. الحقيقة أنه دكتور صابر عرب إسهاماته في الثقافة والحفاظ على التراث والثقافة كبيرة جدا، وتخليه يتبوأ أكبر المراكز ويتلقى أكبر الجوائز. دكتور صابر عرب في الأماكن اللي كان موجود فيها كانت هي الحصن الحصين للحفاظ على الكتب والوثائق. مؤلفاته الكتيرة كانت دليل على استغراق كبير في الثقافات العربية والعالمية. واحد من الأسماء المهمة المكرمة في جوائز الدولة هو دكتور محمد صابر عرب. جائزة النيل للعلوم الاجتماعية ودكتور محمد صابر عرب، المؤرخ والكاتب ووزير الثقافة الأسبق دكتور محمد صابر عرب. أهلا بحضرتك. ألف مبروك. طيب، وزير الثقافة الأسبق والمؤرخ والكاتب والمؤلف دكتور محمد صابر عرب، أهلا بحضرتك. شكرا. اهلا بيك يا دكتور صابر. مره ثانيه ببارك لك. ليك مقوله دكتور صابر عرب بتقول الثقافه روح الحياه بكل انواعها. الثقافه مش مجرد شعر ولا ادب. الادب والشعر شيء معتبر جدا، ولا حتى فن فقط. الثقافه نمط حياه، القانون، اعمال القانون، السلوك في الشارع، السلوك بين الرجل والمرأة، السلوك في الجامعة، السلوك في المجتمع. الثقافة نمط حياة متكامل. وحينما تغيب أو يحدث مرض لهذه الثقافة يحدث نوع من التراجع. احنا في مصر اكتسبت أهميتها في العالم، مش لأنها دولة غنية، ولا هي دولة عندها موارد طبيعية غنية، ولا هي دولة. مصر اكتسبت طوال القرنين اللي فاتوا، اكتسبت أهميتها لأنها دولة منتجة للثقافة. صحيح. حضرتك دكتور صابر، والواحد لما يشوف مؤلفاتك هيلاقي كمان فيها فكرة التنوع ده. يعني مثلا ايه الحركة الوطنية في مصر من 1908 ل 1914، حادث 4 فبراير 42، العلاقات المصرية البريطانية حتى نهاية الحرب العالمية الثانية، مدخل إلى تاريخ أوروبا الحديث وتاريخ العرب الحديث، الأحزاب المصرية، وثائق مصر في القرن العشرين، أزمة مارس في الوثائق البريطانية. يعني حضرتك الجزء التاريخي وتنوعه الجغرافي مخلي عندك حالة من التميز اللي بيربط ما بين الوثائق والرؤية المتسعة وربطها بالواقع. هو حتى يمكن طه حسين عبر تعبير بالمعنى انه يعني اي تعليم بلا ثقافة يبقى كأنك انت بتخلقي جسد بلا روح. وجودك في مؤسسات هي الحارس الأمين على الثقافة، الوثائق، المخطوطات، تاريخ البلد ده، روح البلد دي. أنا أتذكر مرة كنت عندكم في دار الوثائق، شرفتيني، وأطلعني دكتور صابر عارف ساعتها على عقود الزواج اللي كانت موجودة من 300 400 500 سنة. إزاي المصريين كانوا بيكتبوا عقد الزواج، إزاي تحديد الهوية كان. يعني أنت دخلت في أماكن في عمق وعصب تكوين البلد دي. أنا اشتغلت ده حقيقي ويمكن دي أنا اشتغلت 20 سنة تقريبا، يعني يتفرغت 20 سنة تقريبا في العمل الثقافي بالإضافة للجامعة يعني. لإدارة المؤسسات الثقافية. اشتغلنا على تطوير مبنى دار الكتب القديمة في باب الخل، دي هي المكتبة المركزية كانت.
اشتغلنا على بناء اضافه جديده لدار الوثائق في عين الصيره. اشتغلنا على انشاء معمل لاول مره، مركز ترميم على اعلى مستوى زي المستشفى كده، الترميم الورقي القديم بيبقى محتاج، عملناه في دار الوثائق. كان الشباب كنا بنبعتهم يتدربوا في الترميم، نبعتهم ايطاليا ونبعتهم حتى انجلترا. فاحنا اشتغلنا لانه انا كنت شاعر انه اهم ما نملكه هو هذا التراث، والتراث ده هيندثر ما كناش نلحقه. صحيح. ونلحق له ونعمل له صوره رقميه ونحميه بالترميم. ان ما كانش ده يحدث يبقى هتبقى فيه مشكله.